ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هشارك معاكم لو انتم مسافرين عمره قريب تاخدوا اكل ايه معاكم وانتم رايحين السعوديه، لان انا اتسالت السؤال ده كتير جدا. اول حاجه ودي حاجه مهمه قوي لازم تاخدوا بالكم منها، ان في فرق العمله ده عامل هناك تسعيره الاكل بالذات غاليه قوي. فخليني اشارك معاكم النهارده ايه هي الحاجات اللي تاخدوها معاكم وانتم رايحين العمره ان شاء الله. طيب اول حاجه، لو في حد منكم بيشرب بيبسي، بيشرب عصاير، بيشرب اي حاجه بتتشرب في مصر بصرف نظر عن المقاطعه يعني دلوقتي، ياخدها معاه هناك، لان الحاجات دي هناك اسعارها غاليه جدا. الناس اللي بتاكل شيبسي برضو، الشيبسي هناك اسعاره غاليه جدا، غاليه بقيمه الريال بالنسبه للفرق العمله في مصر. يعني مثلا الشيبسي هناك ممكن يكون ب5 ريال، ب7 ريال، ده يعني ب50 جنيه او 70 جنيه، ده على اعتبار لو ريال ب10 جنيه. طيب زائد كمان الناس اللي بتاكل زبادي، لو في حد بياكل زبادي ياخد باله ان الزبادي هناك من 3 ل 4 ريال، فياخد معاه كميه الزبادي اللي هو عايزها. وانتوا كده كده ليكوا شنطه هاند باج اصلا، او شنطه يد صغنونه تقدروا تجمعوا فيها الشيبسيات او الحاجات اللي انتوا حابين تاكلوها يعني وانتوا هناك، بصرف نظر طبعا عن المقاطعه. ف ده كده بخصوص الزبادي والشيبسي والكنزات والعصاير عموما. الحاجات دي اسعارها هناك غالي جدا، لو الناس الطبيعي ما بتاكلش غير بيها. تاني حاجة هي الفاكهة يا جماعة مهمة فوق ما تتخيلوا معاكم هناك. اوعوا تفكروا ان انتم مش هتبقوا عايزين تاكلوا فاكهة. الفاكهة اولا هتسند معاكم في اليوم. اولا الحركه والطلوع والنزول بتحتاجوا مثلا اوقات ان انتوا تبقوا معاكم حاجه سريعه تاكلوها او تشربوها. طبعا في تمر هناك بيتوزع قدام الحرم فور فري مع قهوه او شاي. بس الفاكهه مهمه قوي، ان انت مثلا تروح الحرم واخد معاك موزتين، تفاح. الحاجات دي بتبقى خفيفه وفي نفس الوقت بتسمح لك ان انت تتحرك في المناسك وانت خفيف، مش حاسس ان انت واكل بقى وتقيل. فالفاكهه مهمه قوي. الفاكهه برضو هناك غاليه، يعني مثلا الاربع موزات، بس الاربع موزات عندهم هناك فيها بركه شويه عن بتاعنا في مصر. الاربع موزات بيبقوا عاملين 5 ريال، يعني فيما يعادل 50 جنيه مصري. فخدوا فاكهه معاكم كتير، خدوا تفاح، خدوا موز، خدوا اي فاكهه عموما، يعني ما فيش اي مشكله في الفاكهه نهائي. طيب بالنسبة للفطار، الفطار بقى ممكن تاخدوا جبن كتير. يعني مثلا الناس اللي بتحب الجبنة الرومي تاخد من الجبنة الرومي كمية كبيرة جدا، لان هم ما عندهمش هناك جبنة رومي. انا ما شفتش، يعني انا على قد خبرتي المحدودة ما شفتش جبنة رومي بتتباع هناك. بس عندهم فول بيتباع، وعندهم تونة والحاجات دي كلها، بس برضو فرق العملة مخلي تسعيرة الحاجات دي في مصر ارخص كتير. انا هقترح عليكم اقتراح، بلاش تاخدوا تونة معاكم لانها بتقلب ريحة الأوضة. كان معايا ناس في الجروب اللي معايا جايبين تونة، حقيقي كانت بتخلي ريحة الأوضة صعبة قوي. فبلاش تاخدوا تونة يعني. فخدوا، ممكن تاخدوا فول، ممكن تاخدوا بلح متسخن ومعمول في سمنة بلدي كده، لو انتوا مثلا هتبدأوا اليوم تعملوا سندوتش يديكوا باور خلال اليوم. لو الموضوع ده هيبقى في يوم جمعة، خاصة ان يوم الجمعة بتبقى مكة مقفولة شوية في المواصلات وفي الرايح والجاي، فبتبقوا محتاجين ان انتوا تاخدوا حاجة تسند معاكم اليوم على قد ما تقدروا، تساعدكم ان انتوا تفضلوا موجودين اطول وقت في الحرم يعني. فالبلح هيبقى حلو معاكم في حاجة زي كده. طبعا انا بديكوا اقتراحات ممكن تكون مناسبة لحد وممكن تكون مش مناسبة. خدوا فول. لو حد حابب ياخد السخان المشهور عندنا في مصر الصغنن ده، هو كده كده بيتباع هناك اصلا والناس بتشتريه. ممكن تاخدوا السخان ده هناك لو انتوا مثلا حابين تسخنوا الاكل او اي حاجه، برضو ما فيهاش مشكله. خدوا جبن على قد ما تقدروا، جبنه تلاجة، بلاش اي جبن حادقه خالص، طبعا عشان المناسك اوريدي فيها مجهود، خاصه لو انتوا هتبداوا تعملوا عمره ليكم ولكذا حد كمان، فده هيأثر على يعني هتحتاجوا ان انتوا تكونوا خفاف على قد ما تقدروا وما تبقوش تقال في الحركه. فالجبنه هتقل شويه، الجبنه الحادقه عموما يعني هتقل شويه في الحركه. دي كده بخصوص الفطار. بخصوص الغدا بقى، والغدا مهم جدا. خدوا كل الاكل اللي انتوا نفسكم فيه وجمدوه من قبل ما تطلعوا من مصر، يعني اعملوه، اطبخوه عادي خالص وجمدوه. مامتي عملت ليا كده، جمدت الاكل، وبعد كده انا خدت الاكل متجمد وسافرت بيه السعوديه والاكل فضل زي ما هو. احسن اكل تاخدوه معاكم هناك هو البانيه. البانيه جميل جدا على فكره. بالمناسبه انا كنت واخده محشي معايا عادي يعني، وقعد كفاني 4 ايام كنت باكل فيه، بس ماما كانت عاملاه بطريقه كده علشان ما يحمضش بشكل سريع يعني. خدوا بانيه معاكم، خدوا جلاش، ممكن تاخدوا رقاق، ممكن تاخدوا برجر، ممكن تاخدوا اي حاجه مرتبطه باللحوم او بالغدا عموما، هتبقى فارقه معاكم جدا.